أهلا بيكم. معاكم مروة صالح في برنامج خربشة فنية على منصة استديو مصر من قلب مصر. خربشتنا عن أغنية بودعك اللي تعتبر الرسالة الأخيرة بين بليغ حمدي ووردة. قصة حب بليغ ووردة كانت حديث الوسط الفني والوطن العربي كله، جمعهم الحب والعمل، حققوا نجاحات خالدة إلى الآن، وتم الزواج بينهم واستمر 6 سنوات، وبعدها تم الانفصال. واتكلمت وردة عن سبب الانفصال وقالت إنه بسبب انشغال بليغ الدائم وعلاقاته العاطفية. اتولدت أغنية بودعك في باريس في الثمانينات على يد الملحن بليغ حمدي، اللي كان في منفاه إجباري بعد حادث انتحار فتاة من بلكونة منزله في إحدى الحفلات. شعر بليغ بالحزن الشديد لفراق وطنه وحبيبته، فكتب مقدمة الأغنية: بودعك وبودع الدنيا معك، جرحتني قتلتني غفرت لك قسوتك، بودعك من غير سلام. أرسل بليغ الأغنية لوردة بعد ما أتم كلماتها الشاعر منصور شادي، لكن وردة غضبت جدا واعتبرت الأغنية كلها عتاب ولوم وتركت الأغنية. وحصل بليغ على البراءة ورجع مصر، لكن تدهورت حالته النفسية وأصيب بالاكتئاب، وقررت وردة إنها تغني الأغنية لحبها الشديد لبليغ، إلا إن بليغ زادت حالته سوء واضطروا إنه يسافر للعلاج في باريس، وظل هناك إلى أن توفاه الله عام 1993، وكانت بودعك آخر ألحانه الفنية. استنوني وحلقة جديدة من خربشة فنية على منصة استوديو مصر من قلب مصر. كنت معكم أنا مروة صالح.